النهارده البيع على نصيب الفرد في المال العام. ماشي؟ حد بقى يسمعنا كلمة حلوة كده؟ نص مليون جنيه كل مواطن. جنيه؟ بالدولار يا معلمين، بالدولار. خلاص الجنيه من ساعة ما عوموه ضرب القدس ما قبش تاني. ممكن نسمع بقى بالدولار حاجة لو سمحت هنا؟ 300,000 دولار لكل فرد. لا مش عجباني. نسخن بقى يا جماعة، نسخن أكتر. 400,000 دولار. 400,000 دولار. جميل. احنا كان كل مشكلتنا شقة، تقوم عشان تجيب شقة تبيع البلد كلها. فوق يا صابر. بس كده ما ينفعش، البيعة كبيرة يا جماعة، ما بنبيعش احنا كاوتش عربية هنا. الله، أرقام يا ناس. نص مليون دولار. معايا نص مليون دولار، شكلها هتولع نار. نشاط يا ناس. 600,000 دولار. 600,000 دولار؟ 600 ولسه. هنا في 600,000 دولار. 700,000 دولار. 700,000 دولار هنا عند أبو سامية من الصين. لا، اطلع فوق أرقام. سمعيني يا حاج. بيع يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطن. مش هتلاقي حضن دافي زي هنا. 800,000 دولار. 800,000 دولار. مليون دولار. مستر صابر، تأكد أننا سوف نفوز بالصفقة غدا، سواء اتفقنا أو لم نتفق. مليون دولار هنا عند الأمريكان. الأخضر هيلعب يا معلمين. مليون دولار. تا مين يزود؟ يا الله. 1.5 مليون دولار. النص تبع ايه بالظبط؟ مجموعة مستثمرين، جنسيات مختلفة. يعني لو رس عليكم العطا هنرفع علم مين من الآخر؟ مش مهم العلم، خلي حكاية العلم دي بعدين. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيها، وساعتها بس هحس إن ابني مات. 1.5 مليون دولار عند اللي ما يتسموش. بيع يا عواد. 1.5 مليون دولار هنا. حد هيزود؟ حد يزود؟ 1.5 مليون دولار هنا. قلقونا. 1.5 مليون دولار على دول. 1.5 مليون دولار على مش هنبيع يا جماعة. يا نهار اسود ومنيل. السعر المرفوض، محدش وصل للسعر اللي احنا عايزينه. يعني انت مسيبنا بلادنا واولادنا ولممنا في الاوضه دي عشان تتمسخر علينا؟ على الطلاق انك واد دزمه وابن دزمه. يا صابر بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله ب1000 دولار. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله ب1000 دولار. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. 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 يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش أنا أكتر واحد كان نفسه يجيلي. كان كل أملي إن نصيب الفرد يوصل ل1 مليون جنيه، لكن لما وصل ل1.5 مليون دولار، ومن مين؟ من المستثمرين. المستثمرين اللي بياخدوا أبو 1000 ب100. لما يحطوا الرقم ده يبقى لازم نفوق، لازم نصحى، لازم نعرف كويس قوي إنها تساوي أكتر من كده بكتير. بس إحنا اللي مش فاهمين. يا عم كده حلو قوي، احنا موافقين. لا، هم قدروها بكده عشان عارفين هيكسبوا منها ازاي. العيب مش فيها، العيب فينا احنا اللي مش عارفين قيمتها.
احنا اللي مش عارفين نديرها. يا عم ادي العيش لخبازه، طالما مش عارفين نديرها سيبها لهم بقى قبل ما نبيع عيالنا. زمان عشان يدخلوها كانوا بيدفعوا ثمن غالي قوي من دمهم، دلوقتي بالدولار هيدفعوا ويخشوا، وهم معاهم العلم والقوه والمال، هيبقوا هم الساده واحنا العبيد، ومش هيبقى لنا مكان فيها. دوروا على حد تاني يبيعها ويبيعكم معاها، دوروا ما بينكم على عواد، لكن انا مش هبيعها وحقي فيها مش هيضيع. صبر الطيب يا جربوع، بيع خلصنا من الجوع.